إزاي بقى نصلّح الوضع ده؟ يوم الجمعة بقى بيعمل إيه في القصة دي كلّها؟ هو يوم التجميعة بتاعة العيلة، معظم أفراد العيلة إذا ما كانش كلّهم، بيلاقوا أكتر وقت يتجمّعوا فيه يوم الجمعة، وده أنا باسميه يوم التغذية الأسبوعي. الأسبوع ده كل حد بيمارس فيها دوره زي ما اتفقنا ما فيش حد فيهم ضحية، بل كل واحد فيهم بيغذّي التاني وبيتغذّى عليه. فيوم الجمعة هو تأكيد العهود القديمة اللي إحنا بشكل لا واعي اتفقنا عليها كلّنا، فبنجدد بيه العهود للأسبوع القادم. مين هيبقى الإسفنجة، ومين هيبقى اللي بيراقب، ومين اللي هينفجر أكتر، ومين كبش الفدا. المرة الجاية اللي تحس فيها إن الانفجار قرّب، انسحب فورًا. انسحب هنا مش معناها تستخبى، لأ انسحب. ما تدخلش في خناقة عشان تبرر نفسك أو تحاول تثبت حاجة لحد هو مش عايز يفهمها. السكوت في لحظة الانفجار مش ضعف، منتهى القوة إنك تحمي سلامك النفسي لأن هو ده درعك الوحيد ضد أي حاجة وكل حاجة، لحد ما يبقى في حد قادر يتواصل معاك بشكل حكيم، وأنت كمان تكون هديت بشكل كافي عشان تعرف تسمع وتستقبل. ولو ده ما حصلش يبقى على الأقل حميت نفسك من الانفجار. طب إزاي بقى نصلح الوضع ده؟ البيت ده محتاج حاجة اسمها